الشريف رايه كمل جميل جيبوا لي شلايته من دار 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 جميل جيبوا لي شلايته رجال الله حلوني من جابون رجال الله حلوني من جابون رجال الله حلوني من جابون قال يا رجال الله حلوني من جابون 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 قال يا رجال الله حلوني من جابون Are you a leader in your organization? You've done presentation skills training before, but you still
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات الأعزاء، في هذا الحوار الثالث من أحاديث الجيش والسياسة، اليوم وبعد أن تحدثنا عن فترة قوة دفاع السودان الأولى وسنواتها في البعد عن السياسة طيلة أكثر من 30 عام، وتبقت لنا في هذه الحلقة إن شاء الله في نهاياتها التوثيقات للمعارك الخارجية التي خاضتها تلك القوى في الحرب العالمية الثانية وفي حرب النكبة في فلسطين سنة 1948 وبطولاتها ومآسرها. وهنا حينما نتحدث عن الجيش والسياسة يجب أن ينتبه المستمع إلى أننا هنا بصدد بحث تاريخي وعلمي في أوراق وفي كتابات وفي مصادر تاريخية، بعيدا عن الاستقطاب والتحشيد فيما يحدث الآن، ولكن بكل الأحوال هي استراحة قصيرة في ظل اكتئاب الحرب وآثارها المدمرة على هذا البلد. وبالتالي فإننا حينما نتحدث عن مؤسسة يربو عمرها على 99 عام فإننا نتوخى الدقة والحذر من مصادرها المتوفرة أحيانا والشحيحة أحيانا أخرى، وبالتالي نشارك الناس اطلاعنا على كثير من الوثائق والمستندات التي تبحث في هذا المبحث الهام والمهم. وأحب أن أذكركم بأننا خلصنا في أحاديثنا الأولى بأن الجماعة الأخوان المسلمين سبقت في الحزب الشيوعي السوداني وسبقت الضباط الأحرار في تأسيس خلايا في الجيش، وانتبهت إلى هذا الدور مبكرا، وقلنا أن أمينها العام الطاهر عوض الله أول من شارك في انقلاب في أيام عبود وحكم عليه بسجن 5 سنوات، بينما حكم على العسكريون بالإعدام. وكانت هذه أول ظاهرة عنفية يفقد فيها السودانيون ضباطا عظاما ويروحون في مقابر التاريخ كمغامرين أو كإنقلابيين، وهذه من سخرية التاريخ. سبق أن تحدثنا عن كيفية قراءة التاريخ وكيفية النظر إليه، وقلنا أن المناهج التاريخية أيا كان الرؤية التي تنظر إليها فالتاريخ إما من أعلى أو التاريخ من أسفل. في عصرنا الحديث اتسعت ظاهرة دراسة التاريخ لتشمل تاريخ المهمشين أو السائد والمهمش في التاريخ، أو قراءة التاريخ من أسفل، قراءة الناس العاديين وقراءة المنتصرين. ولو شاء لهذه الانقلابات أن تنجح لكان هناك تاريخ آخر في هذا السودان. وأيضا من ضمن ما أننا يعني نقدنا الذي نوجهه إلى هذه المؤسسة، فإننا بالضرورة لا نعني التعميم المخل ولا نغمض الجندي السوداني مواصفاته أو مآثره أو أي هذا شيء من هذا القبيل. والدليل على ذلك هذه الجلالات التي ميزت قوة دفاع السودان
وما أكثرها وسنأتي إليها في وقتها، ولكنني آثرت أن أبدأ بجلالة دار قمر وجلالة علي دينار وجلالة مندي وجلالات الشلوك وكثير من الموسيقى العسكرية التي في أغلبها من دارفور أو من غرب السودان ومن جنوب السودان، وأيضا المارش الشهير العسكري للمارلينز والبحرية الأمريكية الذي قيل لنا أنه اقتبس من الموسيقار عبد المعين، وهذه أيضا أثناء إقامته في ليبيا مقر الأسطول السادس. وأنا هنا لا أدعي أي شيء في معرفتي بتشكيلات الجيش وفروقه وتفاصيله، ولكنني سأستضيف في نهاية المطاف أولا في هذه الحلقات سأستضيف إخوة أعزاء من الحزب الشيوعي، وسبق أن تحدثت إلى البروفيسور عبد الله علي إبراهيم في أحاديث اليسار، ولكنه في ذلك الوقت آثر على تأجيل هذه الحلقات، أو ربما أضخم بالحديث عنها والكتابة مع آخرين في بودكاست غسان أو في أحاديث مع الزميلة ناهد محمد الحسن، وكنت قد استمعت إليها في وقت سابق في إطار بحثي عن الحقيقة في فترة طويلة من العمر امتدت إلى أكثر من 20 عاما في معضلة الجيش والسياسة. وسنختم الحلقات برؤيتي أنا المتحدث إليكم عن كيفية الخروج من هذه المعضلة، معضلة الباب الدوار الذي يحكم على السودانيين بأن كل فترة لانتقال ديمقراطي وديمقراطية تجهض وتمر بمخاض عسير، ولعلنا الآن نعيش مخاض ما بعده مخاض، وإن كنا نراه فصلا قد تكرر في التاريخ. فمن ضمن المصادر التي ربما يعني لم يطلع عليها الكثيرون إفادات الرئيس جعفر محمد نميري الشخصية التي يعني أفرغها من أشرطة الكاسيت المرحوم حيدر طه الذي لديه كتابين، هو كاتب مقل ولكن لم تتسع له سنوات العمر ليكتب الجزء الثاني من عندما يضحك التاريخ وهي مايو الأخيرة، وأيضا إفادات الدكتور منصور خالد ومولانا أبي درير وكتابات الجدال وأبو القاسم حاج حمد وإفادات الدكتور محمد عثمان محجوب، وأيضا إفادات في الصحف ومذكرات لبعض الضباط الذين شهدوا تلك الفترة، وأيضا إفادات أحمد سليمان، وأيضا كتاب عنف البادية للجزولي، وأيضا كتاب الفريق إسحاق أو كتيبه، وأيضا إفادات السيدة الفضلى نعمات مالك وعبد الحي محجوب والكودة. كل هذه الإفادات في أحداث مايو التي لطالما شهدت زخما كبيرا جدا في تلك الأيام. وأسمحوا لي في هذا المبحث لأنه بيتعلق بدخول الأحزاب الأيديولوجية. إحنا خلينا الأحزاب المدنية التقليدية أو الكبرى وهي تطلب طلب استلام وتسليم للسلطة للفريق عبود، وبعدها درسنا ظاهرة الأحزاب الأيديولوجية بمعنى أن أشخاص يأتون برؤية أيديولوجية جاهزة ويستخدموا الجيش من أجل فرض وجهة نظرهم فيما يسمى دائما وأبدا ثورة أو انحياز أو تغيير أو أي واحد من المصطلحات دي. وبالتالي حنجيب شوية في القراية الأولية للشخصيات، وما كان في أي طريق إنه نقدر نتجاوز شخصية كبيرة زي شخصية جعفر نميري وشخصية كبيرة زي شخصية عبد الخالق محجوب، زي ما حنجي نجيب إذا ربنا مد في الأجال في شخصية عمر البشير وشخصية الترابي. وسنستضيف بإذن الله تعالى بعض الإخوة الذين كانوا على صلة رصيقة بالترابي، وربما لا تتح لنا في 30 سنة دي
في شيء ما شهدناه، وفي لسه لا تزال معلومات خافية توفي قبل أكثر من 8 سنوات، وأغمض الموت عينيه ولم يرى انفكاك هذه العلاقة بين الأخوان والعسكر. وبالتالي ما نعنيه بيكوز يعني الشخص الذي يستخدم العنف في السياسة ويغلب أدوات العنف من أجل المغالبة السياسية، وبإصرار حتى حين الظروف لا تكون مواتية في صالحه فإنه يستخدم هذه المؤسسة كعنصر تفضيلي أو تغليبي. أيضا من الطرائف التي يجدر ذكرى إنه كتاب عنف البادية للجزولي هي عبارة استخدمها عبد الخالق محجوب سنة 65 حينما طرد الحزب الشيوعي من البرلمان وغمط حقه الديمقراطي وطرد لأسباب دينية، وأدخل في محنة فيما أظن لم يخرج منها حد الآن. هذه المحنة لحزب رأى في مرتأى أن يأخذ من الليبرالية طرفا وأن يقتنع بالمسار الديمقراطي، ولكنه أجبر ولا للأسف على المشاركة أو المتابعة والتبعية أو ركوب قطار انقلاب 25 مايو بشراكة في ذلك الوقت وفي السياق التاريخي كانت تبدو معقولة، مزيج ما بين حركة القوميين العرب التي سنتحدث عنها أيضا وبين الحزب الشيوعي السوداني وعملاقه عبد الخالق محجوب والجيش السوداني. وأيضا واحدة من الوحائد التي يجب أن تدرس في التاريخ ويتوقف عندها طويلا وهي شخصية المشير جعفر محمد نميري. وجعفر محمد نميري المنتمي للضباط الأحرار أيضا ظاهرة ربما حتى ليس لديها شبيه في مصر. فلو مثلا قارنا بالبكباشي جمال عبد الناصر أو النقيب جمال عبد الناصر، نجد أنه عبد الناصر بعد 54 استفتاء رئيس الجمهورية تخلى عن البزة العسكرية ولم يترقى في الجيش. بميلاد المشير جعفر نميري نجد بأنه لأول مرة أنه يأتي ضباط صغار السن ويعملوا فراغ في القيادة بتاعت الجيش أو يخلو منصب القائد العام للجيش ويأتي من رتب أقل وينجحوا في انقلابهم. ومن عجائب التاريخ ومن ضحكه أيضا إنه الشخصية الأخرى معمر القذافي القائد الأممي ومفجر ثورة الفاتح من سبتمبر ورئيس الجمهورية الليبية الاشتراكية العظمى، هذا الرجل أيضا قام بما قام به نميري، وربما حتى نميري كان في وضع أفضل في الرتبة العسكرية إذ أنه في ذلك الوقت كان يعني أمير لاي في الجيش السوداني أو عميد. وأيضا يعني القذافي أيضا قام بترقية نفسه ووصل الرتب. وتكررت هذه الظاهرة مع عمر البشير مما يدل على أنه الأيديولوجيين الأحزاب الأيديولوجية كالأخوان المسلمين أو كالشيوعيين أو كالناصريين أو كالبعثيين حينما تقرر أن تنفذ أي تحرك عسكري فإنها بالضرورة يعني تستطيع ما لا يستطيعه آخرون كما يستطيعه آخرون. ما نقدر يعني نفسر هذه الظواهر إلا لو فهمنا
الثنائية اللي عايشين فيها السودانيين أيهما أسهل؟ شخص مفرد غير أيديولوجي أم مجموعة أيديولوجية دائما وأبدا لا تستسلم حتى الموت دون أهدافها؟ وحنجي نقرأ في ذلك حتشوف كيف إنه محنة الحزب الشيوعي وهو يضحي بسكرتيره العام ويضحي بعساكرهم، وكيف أنهم خاضوا حربا بالرصاص والمدافع في محاولتهم الانقلابية التي استمرت 3 يوم. وحندرس برضو الأحداث الدامية التي جرت في الجزيرة أبا ومصرع الإمام الهادي والمحاولة الثانية في العام 75 الانقلابية الثانية والمحاولة التي وصفت بمحاولة المرتزقة سنة 76. وسيدهش المستمع إلى مدى التماثل ما بين القيادة والمباني وكل شيء، كأن التاريخ تجمد في مكانه أو تحنط في مكانه. فكل مراكز التحكم والسيطرة ومغار الجيش لم تتغير منذ أكثر من ربما 50 عام، لأنه نميري أجرى بعد التعديلات في الجيش وقيادته وقانون القوات المسلحة، وجاء عمر البشير تم الباقي. وأنا نبهت في الحديث الفاق قلت يا إخواننا أنتوا فكرتكم عن إنه نميري ديكتاتور دي ما بتسقطوها على الجيش. الجيش بينظر للجياش الحكم بطل ومحل تقدير، لأنه السنوات اللي بيعيش فوق الجيش ربيعه لمن قيادته العليا تكون هي المتحكمة في السياسة، فبيشعر الضابط والجندي والشرطي وكل شخص بأنه الثنائية بتاعت عسكرية ومدنية، هذه الثنائية اللي اتخلقت في العقل السوداني هلال مريخ مع ضد، هذه الثنائية المضرة التي جعلت من هذا العقل على مصايبه الأخرى اللي هو إنه عقل إنسائي تماما. يعني يستطيع أن ينسى ويتسلى من السلوى بالأمجاد الغابرة والماضوية وكل هذه العيوب الملحة على العقل السوداني تجعلنا نحن نتوقف طويلا في رواية وقصة نميري. نبدأ بالورقة الأولى أو الكتاب الأول، لأنه الناس ما حيلقوا له مصدر. أنا بحاول أعمل PDF لكن لسوء الحظ حتى النسخة اللي عندي أنا نسخة ورقية مصورة، لأنه الكتاب اللي طبعته تقريبا دار الورد في مصر أو مركز الحضارة العربية أقلية قليلة هي التي اطلعت عليه وعرفت. فكان للميري مكتب في مصر والتقى به الكاتب في حي الظاهر في يونيو سنة 1992. ويمكن أن تتخيل الكوميكس المشهور لشخص يجلس في عيادة الطبيب النفسي في أمريكا ويتحدث كما تتحدث الكاريكاتيرات. القصة بدأت من هنا، كيف تحول مشير إلى مجرد مخلوع ولاجئ في مصر ومنذ العام 6 أبريل، ولم يستطيع أن يعود إلا لفترة متأخرة في التسعينات والألفينات ليتوفى عن عمر مديد. وهي ربما تكون صفة برضو مدهشة بالنسبة لي، وهي تطاول أعمار السياسيين بصورة غير عادية في السودان، والأعمار بيد الله طبعا. ولكن أيضا ده موضوع بيستحق الدراسة، إنه الغياب الطبيعي بالموت المبكر، باعتبار إنه السياسي يفترض تكون شخصية مهمومة فأغلب السياسيين بيعيشوا في دعة ورغد العيش وعلاو على العناية الطبيعية، حتى في أحلك الظروف يكونوا في حالة صحية جيدة. وده شيء أنا لا أعرف هل هو إيجابي أم سلبي. هو قال الكاتب: في الحقيقة كنت أبحث عن مناطق التأثير في شخصية جعفر محمد نميري وعن شخصيته خاصة، وهو لم يكن مؤهلا لتولي السلطة، لا بالتربية السياسية في حزب أو أسرة، ولا بالتعليم المتخصص في الإدارة وشؤون الحكم ومعرفة تجارب الآخرين. فكيف حكم 16 عاما؟ بل كيف صادف أن تولى قيادة الانقلاب؟ وكيف تخلص من رفاقه الأصلاء؟ كيف جاء شخص من خارج السياق السياسي
ورجل لا يمتلك المعرفة لشؤون الحكم، وجاء من أوساط الناس العاديين، واستطاع هذا الرجل أن يتخلص من كل العقبات التي مرت عليه طيل حكمه، واستطالت سنواته إلى 16 عاما. وكان هذا الكتاب قراءة في الأفكار والأشخاص الذين تولوا الحكم في حقبة مهمة من تاريخ السودان، ومحاولة النظر بعمق في قوانين المصادفات عبر رحلة استكشاف شائقة وشاقة في آن الوقت، مع كثيرين شاركوا أو شهدوا تلك القصة. واستدل ببيت جميل بالشعر بأنه أي رأي أو معلومة في النهاية في قراءة التاريخ وهو منطق سليم، عالجوا الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ما حل منها في السير. نعم، الحكمة دائما في السير، ففي سير الأنبياء والعلماء والعظماء والحكام والأثرياء حكم نستشفي منها. وأضيف من نفسي قراءة الناس العاديين مهمة أيضا في مسار التاريخ، ومن المهم جدا آراء الناس في تلك الفترة، كيف كان يعيش الناس، كيف كانت أحوال فنهم وسوقهم وملبسهم ومأكلهم وثقافتهم العامة وذوقهم وأدبياتهم. أيضا التقى ببابكر عوض الله القاضي المعتزل الذي كان من المدنيين الذين خططوا الانقلاب، وحتجي تلقى إنه ده عادي جدا. يعني لو أي زول يفتكر إنه مثلا لو ذكروا اسم مثلا علي كرتي خطط لانقلاب بابكر عوض الله، وهو أبرز القاضي المعتزل، أبرز المنتمين لحركة القوميين العرب. كيف كان هذا الرجل قاضيا ونقابيا ومحاميا وقوميا عربيا، وفي ذات الوقت شارك في عمل أتاه العسكريون ليطلعونه على الانقلاب والخطة دون ما أي شخص في هذا الوقت، وربما يكون عبد الخالق محجوب علم في وقت متأخر من السيد بابكر عوض الله قاضي المحكمة الدستورية وقاضي القضاة في ذلك الوقت، والذي قضى ببطلان القرار البرلماني القاضي بإقصاء 11 عضو للحزب الشيوعي. وسآتي لاحقا لأن أتحدث عن الفترة التي تلت أكتوبر أو الفترة الانتقالية، ولكن كما أسلفت بأن هذا المبحث يبحث عن الجيش، فلن يكون بالإمكان أنه في مكنتنا إننا نتكلم كل الكلام أو كل المعلومات السياسية، لكن يكفي أن تعلم أن الحزب الشيوعي كان يمتلك 5 برامج مقاعد البرلمان في ذلك الوقت، وكان قوة إذا ضفت لها تحالفاتها الجنوبية والوسط والحلفاء من الاتحاد الديمقراطي، يفترض في ذلك الوقت اليسار كان بشكل ربما نسبة تصل إلى 30%، ودي نسبة طبعا كبيرة جدا جدا لم يحصل عليها اليسار، ودي واحدة من محنته. حنعرف ليه اليسار ممتحن وهذه المحنة، وكيف كان يمكن أن تكون منحة تصرف أقدار الطبقة الوسطى التي كانت تتطلع إلى اليسار السوداني في ذلك الوقت. الحاجة المهمة جدا إنه برضو في أشخاص كثيرين من حركة القوميين العرب كيف نشأت وما هي، زي الرائد أبو القاسم هاشم، وزي خالد عباس نائب الرئيس وهو أيضا من المؤسسين للتنظيم، وأيضا المرحوم سعد بحر الاتحادي المعروف، وهو أيضا قائد عسكري مشهور، وهو يعني من الذين شاركوا في حركة 76 وأعدم فيها أخيه. ورأينا أيضا ظاهرة الأخوان الذين يدخلون في الانقلابات، زي ظاهرة كبيدة، واحد أعدموه واحد ادوه سجن المؤبد، تكررت أيضا في سعد بحر أو محمد سعد في علاقة غربة وأواصر. وحتجي تقرب من خلال أسماء كمية من الناس اللي عندهم أسماء هنا الليلة أولادهم موجودين في هذا الجيش وفي هذه المؤسسة، بتلقى أولادهم قاعدين. أنا ما حركز كثير مع الحاجة دي، لكن لو في زول يعني عنده اطلاع على الأسماء اللامعة في المؤسسة العسكرية يستطيع أن يلمس تشابه الأسماء. غالبية تشابه هذا الأسماء في بحثنا وجدنا إنه في علاقة حق التوريث من نوع ما للمهنة، وهذه الأشياء ليست محل التعليق. مثلا أنا ما دار أتناولها بالنقد إنه هذا حلال ولا حرام، وإنما في السياق بتاع قراءة التاريخ علميا ده حادث وبشدة في السياسة السودانية. طيب
بعد أن ذكرنا المراجع والأشياء دي كلها نشوف من هو جعفر محمد نميري وكيف بدأ الجيل الثاني من العسكريين. قلنا إنه الجيل الكبير بتاع ناس عبود وأحمد عبد الوهاب كانوا بيعتقدوا اعتقاد إنه آه الجيل الجاي ده جيل مرتبط بأفكار يسارية وعنده أفكار الاتحاد مع مصر، وهم كانوا جيل محافظ. فالمؤسسة دي قلنا هي تعتبر قوة حديثة، ولكن في فترتها ما بعد الاستعمار كانت موالية تقريبا للقوى التقليدية. وجاءت تاني في فترة ما بعد عمر البشير بدت برضو بنفس النمط الثوري الحداثي، وأخيرا جاءت في المعبد بتاع القوة التقليدية إلى أن صارت هي نفسها قوة تقليدية. وحأوقف أجيب الأسباب بتاعت إنه القوات المسلحة لم تعد مؤسسة حقت قوة حديثة، إنما مؤسسة حقت قوة تقليدية ومؤسسة بتاعت محافظة وليست مؤسسة بتاعت تغيير. طيب نجي للكتاب في حياة جعفر محمد نميري. عاش نميري متنقلا من مرحلة إلى أخرى دون أن يرسم لنفسه هدفا محددا ودون أن يخطط مسبقا لتحقيق ما يريد، لأن في معظم الأحيان لا يعرف ما يريد فيترك الأمر لمشيئة الله العليا أو المصادفات بدون رغبة مبيتة تحتها. وقد تكون مراحل حياته مشابهة لحياة معظم الجيل الثاني من رؤساء وغادة فارغة وعرب عاشوا الظروف نفسها، ولكنهم افترقوا في خلفياتهم الثقافية والتزاماتهم الأخلاقية، وتمايزوا في عميق التفكير أو الضحالة، سعة الرؤية الاستراتيجية أو ضيقها، وسرعة ردود أفعالهم بين القوة والضعف. فكانت ظروف حياة هؤلاء الرؤساء متشابهة، فإنها ليست بالضرورة أن تكون متطابقة بحكم البيئة التي تربى فيها، فالمرء ابن بيئته. كانت الساحة السياسية تمر بمرحلة ركود عام تلت الأحداث، ولكنها لم تخلو في تحركاتها بكثير من الأحداث، مثل تأثر السودانيين بسوق القطن السوداني الذي كان يمثل المورد الأكبر للعائدات المالية. وبسبب أزمة القطن لجأت السلطات الإدارية لتخفيض عدد الموظفين بنسبة 25%، عددهم الإجمالي الذي بلغ 4000 موظف في المصالح المختلفة. كما لجأت تلك السلطة إلى تخفيض راتب الموظف بالنسبة نفسها، مما دفع حركة الخريجين إلى رفع مذكرات احتجاج كان لها ما بعدها في تنظيم أول إضراب سياسي في السودان سنة 31 على خلفية رفض الإدارة البريطانية في الخرطوم إلغاء قرار تخفيض المرتبات والأجور. وأدى كمون الحركة السياسية لازدهار الساحة الأدبية التي مثلت مجالا حيويا للتعبير عن المطامح الوطنية، وده طبعا برضه حنجي يوم من الأيام في الحركة الوطنية في حديث منفصلة. وكان النهضة دي والتغيرات دي لازم إنه تجيب أهداف وتجيب حاجات مختلفة وتتوسع الفرص بتاعت التعليم نتيجة لهذه الحركة. وبعد من هذا يعني تأثر السودانيين بالتعليم وفرص التعليم في مصر، ولأنه في الفترة ما بعد سنة 26 كانت قوة دفاع السودان تتبع للحاكم الإنجليزي إلى أن جاءت الفترة بتاعت الثلاثينات، الفترة ما بعد إنشاء مشروع الجزيرة، أعادت بريطانيا تابعية القوات المسلحة السودانية أو قوة دفاع السودان في ذلك الوقت نواة الجيش السوداني، أعادت إليها الإدارية أو الإدارية العسكرية أعادتها لها. وهنا تذكر نحب نذكركم بطبعا انتم الناس السودانيين بيقولوا لنا اولاد فوزيه. فوزيه هي اللي كانت مسؤوله من الجيش السوداني والمصري ومسؤوله من الهجانه، وهي اصلا ايرانيه اخت الشاه بهلوي. ودي من العلاقات الغريبه بين المصريين وايران، او يعني من حاجات فكانت فوزيه برفض الفريق، وكانت هي زوجه للملك فاروق. وايضا الشاه بهلوي كان متزوج اخت الملك فاروق، وحصلت خلافات فالاثنين اتطلقن.
لكن طيلة فترتها دي كانت بتجي السودان بصورة راتبة لدرجة 6 مرات، وكانت لما تجي بتجيب العطايا وبتجيب الملبوسات وبتمارس الهدايا والهبة والهيلمان الأميري والهيلمان بتاع الملكات وكده في السودان. فكان قصة عيال فوزية أو أولاد فوزية دي قصة مرتبطة بإن هي أصلا رغم عن إن هي معرفتها بالعلوم العسكرية طبعا نتيجة لشنو؟ للفخار الفارسي أو الإيراني والنشأة في بلاد طبعا ما في شك في حضارة تاريخية عريقة ومتصلة، فطبيعي إنه كانت تكون فريق يعني. فكانت قوة دفاع السودان فيها كل هذه الأشياء، وكان بيكون الناس سعيدين، وكانت بتكرم الضباط السودانيين والضباط المصريين. وأنا أيضا من الأرشيف بتاعي أحتفظ بكثير جدا من الصور لتلك الفترة، ويعني أحمد الله إنه قدرت أحصل عليها بطريقة أخرى من أحد الإخوة المصريين المهتمين، ورأيت الجنود، وكان في برضه فيديوهات من الأربعينات للجنود بالأردية وبملابسهم الطريفة والريشة بتاعت الهجانة مريش، وكل هذه الأشياء عندها طرافتها يعني. لانه انت لما تيجي تدرس ظاهر زي الجيش السوداني ده ما بتدرسها الا في صياغاتها، بتشوف الجميل فيها والمضحك والمؤلم والحديث والتليد والطارف، فانت لازم تعرف كل هذه الاشياء. فدي من الحاجات الفتره دي حقت الثلاثينات اللي هي نشأ فوقها الحاج نميد. وبالتالي هو جاء في فتره حقت قلق كبيره جدا، وهو كان في تصور مجتمع الثلاثينات والاربعينات التعليم والحاجات دي محجوزه للاسر الكبيره، لانه الطبقه الوسطى نشات في الثلاثينات هي كانت لابناء النظار وشيوخ القبائل والاشياء اللي كان بتعملها الدوله الاستعماريه وحاولت خلقها. وقلنا ودينا المبرر ليه؟ قلنا لانه الطبقه اللي اصلا هي جات مع الخواجات، الطبقه بتاعت ال الجنديه بتاعت الناتجه عن الرق العسكري والاشياء دي، وهو كان شرط لشروط الحريه. جاب الضباط متفصحين بيتحدثوا باللهجه المصريه، عندهم هيبه كده يعني، وكانوا ناس علي عبد اللطيف ديل شيء جميل في الوقت ده، علاوه على انهم كانوا ضباط وعندهم امكانات وعندهم سطوتهم، لكن كانوا متمردين. ايضا طبعا اقول لكم انه عبر التاريخ في خوف من زمن التعايش، هذا الخوف ايضا استعماريا، خوف الغادمين من غرب السودان ده خوف طبيعي. وعبد الخالق لما قال العنف البادية، لانه طبعا العنف اللي تمارس عليه في البرلمان صحيح بدول الاتحاديين، لكن كان بيشعر بانه الاخرين من امه واتحادي هم كانما هم بيمارسوا عنف البادية او في توجس من البدو. فاحيانا عشان ما اعتسف في التاريخ تلقى انه اخلاق الاباء بتجي في الاحفاد. وقلت هذه العباره عنف الباديه ايضا ذكر محمد الحسن في كتابه محمد نجيب والسودان في الاحداث بتاعت مارس، انه البدو المجلوب الغوغاء المجلوبون من الباديه، بمعنى انه الناس اللي عملوا المظاهره ضد محمد نجيب ده اللي هو معروف انه لاب سوداني وام مصريه، سوري لامه من اب سوداني وام مصريه، يعني هو مصري بنسبه كبيره، لكن ابوه لامه كان سودانيا وعاش في السودان وكان جزء من فرقه الهجانه. ومن مصادفات التاريخ ومن ضحكه ايضا انه كل من جمال عبد الناصر ومحمد نجيب خدموا خدمته العسكريه في السودان، بل انه معرفه جمال عبد الناصر بالسياسه كانت في السودان، وكانت بالتحديد في بورسودان، ثم تلتها العمل في حامية ام درمان، وبعدها انتقل الى يعني كان المصريين دائما بيختاروا الشرق والوسط، ودي من الحياه العجائب ذات انهم ما كان بيتجهوا غربا الا فيما ندر يعني، وكان حدودهم كردفان. وبعد ذاك يعني ايضا عبد الحكيم عامر لازم او الغالبيه العظمى من الضباط الاحرار الذين قاموا من الانقلاب في مصر كانت تراودهم فكره الانقلاب في السودان. كان كل افكارهم السياسيه لانهم كانوا بيكونوا بعيدين من البوليس السري، ودائما بيودوا لها، كان السودان بيودوا له المساخيط من العسكريين.
دي من العجائب ذاتها بتاعت الارتباطات الغريبة بين مصر والسودان، إنه سنة الشدة كانت في السودان، وأغلب المغضوب عليهم من أولاد الريافة والصعايدة وأولاد الطبقة زي حالة نميري دي كان بيجيبون. عشان كده حضرتها قال الظروف مشابهة، رغم إنه ده مغاربات مني أنا، يعني ما كلها بتكون نصوص. أنا دائما المفروض أقول لكم انتهى الاقتباس هنا. وإنه الزول ده كان يعني بحكم النشأة بتاعت الظروف إنه والده مصطفى كان هو يعني موظف، وكان داير ولده ده ينشأ نشأة في أقصى طموحاته إنه يوفر له يعني قروش عشان ما يعني يتعلم تعليم على الأقل متوسط عشان ما يقدر يشتغل. جعفر نميري الاقتباس الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة لم تكن تشغل باله تلك التعقيدات الاجتماعية اللي قلت أنا حسي، وفي زمن كان فيه مستقبل المرء مرسوما بمسطرة اجتماعية لا التواءات فيها أو منحدرات، فلم يزرع أحد في نفسه أي طموح استثنائي يختلف عن طموحات أبناء الفقراء باكتمال مرحلة الثانوي والالتحاق بوظيفة عادية تساعد على مواصلة الحياة بيسر وكرامة. فقد كان والده محمد نميري يعمل مراسلة في شركة ميركانتايل، والسودان ميركانتايل دي جات الأقدار الغريبة. ده طبعا تعليقي أنا هنا احتمل الاعتبار إنه سودان ميركانتايل كانت أو ميركانتايل كانت عرضة للتأميم لما النميري مسك السلطة أممها. هذه القصة بعدين لما نيجي ندرس القصة حقت فندق كورنيسيوس اللي كان فيه حديقة الحيوان مع السيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. طبعا أنا بحفظ الألقاب لأنه بتتطلب الحاجة دي الألقاب. أنا هنا رئيس سياسي مش مهم أبدا، لأنه في التاريخ لازم أن تحفظ الناس الألقاب. لا يستطيع أحد أن يمحو إنه السيد الأستاذ المحامي علي عثمان محمد طه كان نائبا لرئيس الجمهورية لفترة طويلة من الزمن. دي قضي فيها الكتاب ودفت فيها الصحف، فده في طبيعة التوصيف. فهنا نميري أبوه كان بوسطجي، أيضا عبد الناصر جمال عبد الناصر كان أبوه بوسطجي. فدي من عجائب الأشياء، لأنه دي كانت طبيعة بتاعت الوظائف المطروحة للطبقة ديكي اللي هو الطبقة الوسطى الدنيا، كان مطروح لها هذه الوظائف في الوسطى أو غيره. وكان يعمل في مدني وطبعا بيت نميري في مدني موجود لليلة. ويا سبحان الله، رغم عن تطور مدني العجيب إلا إنه وللأمانة بيت نميري ظل بيت متواضع جدا جدا، بيذكرنا بإنه ده بيت رئيس جمهورية لم يتطاول في البنيان ولا أي حاجة. ودي من الحاجات العجيبة فعلا، إنه التاريخ ده يعني كلام حضرتها ده كلام يعني محترم جدا في إنه عندما يضحك التاريخ. ده ما تغريز لجعفر نميري. وطبعا لما تيجي تشوف منصور خالد حتلقوا الكلام مختلف في التفخيم والتعظيم والاشياء دي، لكن حيترضاها مختلف في الطرح بتاعه، لانه هو ده تحقيق صحفي في الظاهر حقت نميري. هو خدت راي بانه الشخص ده ما كان عنده الامكانات اللي بتخليه يبقى رئيس، كيف حكم 16 سنه؟ ده داير يحاول يجاوب فيه في الكتاب ده. ومشروعه ده بتاع التاريخ والكتابه والدراسه عشان يؤرخ ويثبت جات يد الموت وما كملوا، رغم انه الشرايط موجوده بحوزه زوجته اللي هي الصحفيه الاستاذه اماني لقمان. واتمنى انه يعني تساعد الايام وكده والظروف في انها يعني تستطيع ان تكمل المشوار بتاع الراحل العظيم ده. فالمهم انه دي مصادفات غريبه جدا. ونفس التنظيم بتاع ناس جمال عبد الناصر كان عند نميري، وكانت الخطه ببساطه انه مصطفى يعني تعليمه يواصل مصطفى تعليمه حتى الوسطى ويشتغل في اي شركه في اي، لانه ابوه كان ملتزم مرهق بالايجار الشهري، كان بيرفع 40 قرش. ده كلامه طبعا لحيدر. وطبعا معروف الناريتيف كيف بيساق. لما انت داير تفرق اي روايه لازم تديها من السبايسز بتاعتك، تديها من شخصك. لو داير تحكي لازم تديها من ثقافتك، من عقلك، تديها من معرفتك العامه بقدرتك على انك يعني تشيل دقائق الامور. ونشا في مدني في حي الدزرق. وربما هذا النشوء بتاع نميري، وده من عندي انا طبعا بانتين الغضب، خلى انه في حاله بتاعت تخمه للسلطه في الجزيره. يعني نميري بغض النظر عن جذوره بيحكي قصه مدني نفسها، لانه مدني ما بتحترف بالاصول العرقيه. المدينه دي وتصادف ان المدينه حقت محدثكم مدني ما عندها اي احتراف بالاصول العرقيه.
مدني عندها اعتراف بالجانب الاسري، انت والناس منه، وبتشتغلوا شنو وبتقدموا شنو، حرفتك شنو، شهرتك شنو في المدينه باسرتك، ولكن خلفيتك دي ما مهمه. وربما ستدهش لو درست تاريخ مدني واسره بالتباين العرقي الكبير من اول الاسر الاصول التركيه بمعنى تركيه، اصول اغريقيه بمعنى اغريقيه، واصول هنديه بمعنى هنديه، واصول من نهر النيل ومن جبال النوبه ومن دارفور ومن اي مكان في هذا السودان الواسع العريض الممتد. ولمشاهير وفنانين الناس حتى تندهش لو عرفت اصول الاساسيه. ما لم تبحث بالميكروسكوب فدي ظاهره ما عندها قيمه في مدني، ومدني تمدن الناس، انت جيت وعشت وتنفست نسيمه فانت بتبدا فيها. فهذا الرجل الذي نشا في الحي، وده حينا نحن بالمناسبه، حي ود ازرق بود مدني، كان يعني بيحاولوا يكابدوا هذه الظروف الاجتماعيه اللي كانت نوعا ما قاسيه. فنميري ده التحق لغايه الثانوي ومشى حنتوب، وحتجي عارف ان القصه حقت نميري انه ولا كان طيش حيتوب ولا اي حاجه. هذا الرجل لم يكن طيش ولم يكن غبيا، وهذه الاشياء كلها من سخريات التاريخ ومن الاشياء التنميطيه التي يعني لا معنى لها، يعني زي قصه راعي حمير وراعي ابل وشنو. الاشياء اللي عندنا كثيره في طولة اللسان السودانيه دي كثيره جدا جدا. واهم شيء انت لو داير تعرف يجب ان لا تحتقر خصومك، يجب ان تكون تقييمك يعني لخصومك عشان تقدر لو دار تغالبهم عن معرفه، يعني ما تخدع نفسك تسمع صوتك. نميري الظروف حقت والده اللي كانت دايره يقرا حق المتوسط ما منعته منه يدخل الثانوي، لانه التعليم الاكاديمي في ذلك الزمن في الذي كانت تسيطر عليه السلطه الانجليزيه كان تقريبا للطبقه الوسطى التي ميسوره الحال او الطبقه الوسطى العليا. كانت تلك الأسماء التي نشأت في حضن الحركة الوطنية أيضا كانت من طبقات ميسورة الحال. ودي برضه مشابهة، بتلقى أغلب الناس اللي بيقودوا الثورات وبتاع بتلقاهم هم من الأسر المرتاحة والناس اللي ما بعانوا، لكن بتلقاهم مهمومين بالناس اللي بيعانوا والطبقة وشارع الحوادث ويشتغلوا الشغل ده، بيكونوا هم أصلا ساكنين في أفخم البيوت وأحسن الأشياء. ودي ظاهرة ما بتخص السودان، دي ظاهرة عامة، اللي هو إنه أحيانا يسر الحال يؤدي إلى نغاء الضمير، وأحيانا الإنسان الذي يصل إلى درجة الاكتفاء المعيشي يشعر بأنه من واجبه أن يكون لديه غيرية تجاه الآخرين. ودي ظاهرة مهمة جدا في علم الاجتماع، إنه أنت كيف تكون زول مرتاح وتهتم للفقراء، لأنك قلق جدا من إنك تخش في أي كلاش مع هذا الفقير وتجي تلقى يوم بيسرق في منزلك وهو مجاور لك، فتجي تتعامل معه كمحض لص، ولكن هذا اللص ابن ظروف اجتماعية وطبقية خلقتها ظروف بتاعت عاوز وحاجة، ربما كان انت في ذلك الوقت عندك الاستعداد لانك تشوفها، ولكن انت ايها السائر المناضل العظيم وانت ماشي لزول في النهايه وحيسرقك، انت بتناضل وبتضحي بالدم عشان ما الزول ده يلقى حقه في الحياه، لكن تلقاه هو ممكن يكون العسكري اللي بيقمع كوزات، ممكن يكون هو الزول اللي بيسرق كوزات، وممكن يكون الزول اللي يعتدي عليك. ودي اشياء يعني معلومه بالضروره انه الوعي والطبقه والاشياء دي ده لابد لك انه يكون عندك سجال فلسفي لتفهم كل هذه الظواهر. ولسوء الحظ ما عندنا زمن للحاجه دي، لكن حنشير لها في كل ما جاءت وقتها. طيب كانت تلك الأسماء تمسكا للاقتباس تمسكا منه بخطته العملية، أرسل محمد النميري ابنه الأوسط جعفر إلى ود نوباوي ليعيش مع أخواله ويتدرج صعودا في سلم التعليم بمدارس العاصمة، أو ربما أراد الأب أن يشرك الأخوال في تربية أحد أبنائه. إذن هنا المرحلة الثانية وين ود نوباوي، وهنا بوريك الصلة إنه نميري نشأ في حي الأنصار في سلم التعليمات بمدارس العاصمة، أو ربما أراد أن يشرك الأخوال في تربية أحد أبنائه لضغ ذات اليد، ولم يكن الأخوال بأحسن حالا
معذرة يعني معلش، احنا احيانا بنقتطع من الاوقات بتاعت الفاميلي تايم. طيب قلنا انه ارسلوا لخاله، كان الخال ذاته الحال عنده يغني عن السؤال، وكان همه ودي حاله السودانيين دائما اللي هو التكافل والمعايشه، عشان ما بيقدر يفتكر حاجه من جديده، لكن بيدقلق في الانسان انه يا اخي ليه الكون ده ما يتغير، ليه الظروف كانت كده. فدي اشياء مهمه جدا الناس تعرفها. طيب عاش في ود نوباوي في الجزء الشمالي من مدينه ام درمان، وكان طبعا في ود العمده والهجره وبيت المال والملازمين وحي البسطى، وهو الجزء الذي قطنه. عين الاحياء دي الودنباي والعمده والهجره وبيت المال والملازمين، طبعا ما دي كلها حكاوي وحكاويه ونكتة ما بتنتهي. الغريه بتاعت الصبيان الجرو دي نميري منعها، لانه الصبيان الجرو ديل اولاد حله ومسكولين ديل اللي هم مشوا يقدموا البنات ودقوهم وكده، يعني زمان من زمان قدام البنات والحفلات والحنك ده من الاربعينات والخمسينات يعني. واكثر زمن عاشوا فوق السودانيين ترطيبه وونسه وفنون وقعدات وبتاع اللي هي الخمسينات، الفترة التي قبل الاستغلال وما بعد. ده جيل كان محظوظ جدا، استمتع بكل شيء، لبس البدل وحضروا المسرح والحفلات والميكروفونات والفنانين، وكانوا في هم كبير. حسي طبعا الناس في ظروف الحرب ده بدوا يتخذوا الناس، بقول لك دي النشأة المدنية خربتكم وما شلتوا السلاح وما عملتوا شنو. دي كانت طبعا رغوة المجتمع وزبدته في الزمن ده، وكان حلاوة الحياة. وده كان ما يعرف بالشباب الغض، لو انت قضي شبابك في جماله، ويا لها من حكاية كثيرة جدا ربما لا يتسع الوقت احنا ندرس في الجيش. حنجي ندرس المثقفين والمهندسين بتاعين الجيش والنجوم المجتمع ومشاهيره، ونعرف موضوع العلاقات العامة اللي بنتحدث عنه بتخليق المؤسسة العسكرية. طيب قطنه هذا الحي دناغلة جعليين وشوايق وحلفاويين، وهي القبائل التي تسكن على طول نهر النيل. وطبعا حيدر طه ما بيدس القصه دي، يعني ما عنده حرج في ذكر القبائل والمجتمع وكده، ودي حاجه من شجعتني على هذا الكتاب وانا التقيته طبعا. ولذلك تعارف سكان ام درمان على تسميتهم اولاد البحر عديل، وكان يطلق اسم البحر على النهر دون تمييز الفوارق الجغرافيه، ده معلوم عندكم. اما الجزء الجنوبي فكان يسكنه معظم الذين هاجروا من غرب السودان كالفور والمساليد والزقاوه والرزيقات والحمر والبقاره والنوبه، جاءوا مع الرايات التي حملها الانصار لتحرير الخرطوم من الاستعمار التركي البريطاني. وهنا زي ما قلت لكم العقده التي زرعت منذ كان ده انسان بياريخ لك الفتره بتاعت الاربعينات، وده رئيس جمهوريه حكمك ل 16 سنه، بيوصف في حياته العاشة وبيحكي في ذكرياته. وانا ذاتي نفسي اعرف انه كيف اقنعه. وانا سالت الكاتب الله يرحمه حيدر طه، انا التقيت به مره واحده، كنت يعني سعيت سعي حاسس انه الاقيه في زياره نادره له، وكان بيشتغل في جريده البيان الاماراتيه. فطلبت منه اعرف انه كيف اقنع نميري انه يديه دون الاخرين كل هذه النسخه. فهو قال لي والله هي دي كثيره، انا قال لي كنت بشتغل عليه وبمشي له في مكتبه، وكل يوم بيزعل نفسه يا اخي انت ما فضيت من موضوعك ده، يا اخي ما تلخمني انا زول كبرت وعندي موضوع يا اخي ما وكده. لكن كان اصراره اكبر من انه من الرغبه، عدم رغبه نميري في ذكر الحقائق، رغم انه في من الحقائق الذكرى هنا هتجد القاو لما جه السودان في الزمن بتاع عمر البشير شويه كده يعني تناقض. كان الزول ده بيشتغل مشي على يديه فيما يسمى مشية العقرب، يعني هذا الرجل كان اسطوره في البدن. كان شقي كما كان يقول لنفسه، محبا للعب، هاربا من المذاكرة، ولم يكن يصبر عليها سوى دقائق موضوعة، ويحس بأنها حجر صغير على دماغه ولا يستطيع حمله أو احتماله. فكان يلهو في الشوارع ويشتغل مشي على اليدين فيما يعرف بمشية العقرب لمسافة نصف كيلومتر من طرف الحي إلى منزل جده صالح أرباب، ويظل فخورا بهذه المشية التي تلفت إنظار المارة وسكان الحي ويهزون أيديهم تشجيعا له.
يعني زول ده كان فوضي وكان فاتيه. ناس مدني لما سالنا الناس الكبار ولنا نميري ده كان بيقطع البحر في حنتوب، كان مشاغب، ما كان زي العسكريين الحس، كان عسكري جد. فكان بيقطع البحر من حنتوب الى للناس اللي بيعرفوها في الضفه الشرقيه او الشماليه من النيل الازرق الى الضفه الجنوبيه عشان ما يمشي للحي اللي هو حي ده حي ود ازرق، اللي هو بتقطع بعد ذاك اقدام بسيطه وبتلقى روحك في القسم الاول، وبعد ذاك بتلقى روحك في حي ود ازرق. وفي زمن تاني سكن اهله في حي دردق و او يعني قرب البيان. وزي ما قلت انه البيان ده بيان سيدي الحسن، بيان نتيجه للارث الصوفي لمدينه ود مدني، لانها مدينه قامت على الضريح، واي مدينه بتقوم على الضريح او بتقوم على مؤسس صوفي بتلقى التبين كله 100 سنه. زي الفكره حقت المجدد ياتي الحديث بتاع عند الشيعه وعند السنه برضه بعد السنه، انه ياتي في كل 100 عام من يجدد لها دينها، او فكره التجديد. وحتى الاسلاميين الحداثيين الحسي ناس الاحياء والتجديد، لانهم يعتقدوا كما يعتقد الترابي في كتابه للناس اللي قروا كتابه، والقروا لحسن مكي برضه، وده مرجع برضه مهم انا استندت عليه في القرايات، انهم هم بيفتكروا انه الترابي هو واحد من مجدد المئة، زيه زي ابو الاعلى المودودي، زيه زي سيد قطب في فكريتهم في مراجعهم الفكريه. وكان نياش في الحجر وبيلعب بالطين والحجاره، وكان بيعمل القلابات للطيور. كل الحاجات دي عملوها الناس بتكون في البوادي والحاجات دي. وفي كل ليله مجموعتهم يعني من الحاجات الغريبه انه الحياه الليبراليه في ذلك الوقت كان برضه بيحب اللعب الى الذمه والحدراس والاغاره والفتونه على الاحياء الاخرى، كان فتوه. وكان دائما وابدا بيرجعوا معوقين بالحجاره والطين والحاجات دي كلها معروفه. وايضا كان بيحب القصه حقت الرمه والحراس دي. للناس اللي بيعرفوا القصه دي لعبه قديمه يعني فوق طبعا نوع من العنف والجلد للزول اللي يكون رمه وكده. واقول لك الزول ده الرمه والحراس، في زول بيحرس وفي زول بيغطي عيونه، وبعد ذاك لما تقبضه بيوسع الشخص ده ضربا، يكون في مساحه محدده من مدى النظر اللي بيكون مغطى ده. وكانت تقود مجموعتهم المهاجمه في كل ليله رحمه مكي، يعني الاختلاط والموضوع بتاع التكسي ده من زمان فيه. وهي فتاة من حي الدومة، سمراء ونحيفة القوام ذات صوت شديد أشغلته حتى أصبحت غناية، تسمى في ذلك الزمن غناية أو غونة في أزمنتنا هذه. هذه الغناية بمعنى الفنانة الشعبية اللي بتيجي تلعب وسط الصبيان الحي، وكانت ماهرة في التصويب بالحجر يندر أن تخطئ هدفها. يعني كانت رحمة النياشة دي كانت فردة نميري، وذاك زمن طبعا زمن كان بتاع خواجات، زمن بتاع متع، زمن بتاع بهجة، زمن بتاع حرية. فكان الاختلاط ده طبعا دي صفة بتاع التمدن وصفة لازمة للمدنية وكده في أوج ازدهارها. وبسبب جسمه الذي لا يتناسب مع عمره الصغير كان بيلعب مع الصبيان الأكبر منه، وكان في حماية بنات الفريق، كان بيحميون لما يكونوا ماشيين من حته لتانيه. فهو لذلك منع الفنانين بالتحديد ترباس وخلافه من انه يغنوا الصبيان الجرو اللي هو في المنطقه حقت السوق، لانه دي منطقته هو، فانه طردناه للسوق وكده وسابوا عروضه نهمل. وكان دائما القدام حتى الزول اللي بيدمن المهنه دي بيقول له في البلديه كده، يقول لك ده اسمه قدمه. قدمه يعني شنو؟ 24 ساعه بيقدم في البنات من الحفلات، بيقدمهم من الكلاب، بيقدمهم من الصعاليق الشمس والشرزمه والشفاته. طبعا يعني كلمه الشفاته دي شفاته شفت بالتركيه هو اللص، الشفت هو اللص، والشاطر ايضا هو الحرامي. فدي حاجات ما بعرف كيف تحولت بعد ذاك في زي كلمه عصابه بتاعت المجموعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك ان تهلك هذه العصابه فانك لن تعبد في الارض ابدا. فهذه العصابه كان بيقصد بها المجموعه المتفقه على شيء يعني، او هؤلاء النفر المتفقين. فلم تكن تعني بمعنى، لم يكن تخصيصا للجماعه اللي بترتكب اعمال خارج القانون. وكان دائما وابدا بيشيل سكين في ذراعه الايسر،
ويرد بها الكلاب السعرانة ويزجر بها النابحة من دون أذى، ويخيف الأعداء من أبناء الأحياء التي عانت من غارات أولاد حي البصير. وحينما يتذكر جعفر تلك الأيام يقول أنه كان يقوم بحماية الصبيان أكبر منه سنا وربما حجما، يخشون السير في الظلام ويخافون من أبناء الأحياء الأخرى إذا ربطوا لهم. ومن هنا جاءت فكرة الرباطة. الربط ده يعني إنك أنت تكمل لشخص ما وإنك تعتدي عليه بالضبط، فهي الربط لهم. كان يضل بربط له في الطريق، خاصة في حي الموردة التي يقطعها صبيان والدوبواوي وأحياء درمان الشمالية وهم في طريقهم بالبسكليتات أو الدراجات إلى الخرطوم. ومن الصعب أن يتكهن أحد من سكان ودنوباوي بمستقبل طفل من 9 من عمره. لم يكن أحد منهم يتخيل أن طفل في ظروف جعفر من الممكن أن يكون صالحا لشيء في مستقبله، إذ اشتهر بين أقران الحرب الشقاوة والجراءة والمشاكسة التي يرجعها أهالي الحي إلى انطلاقته المبكرة وتحرره من قيد الرقابة الأبوية. وده برضه الكلمة حقت الأبوية اللصيقة بعد انتقل من مدني إلى ودنوباوي ليكون تحت رعاية الجدة والجد وأبنائهم من الخيلان، كما لم يكن لأحد من أخواله الوقت الكافي أو المزاج الصافي لمتابعة الدروس والتحكم في تصرفاته الطفولية. ولهنا انتهى الاقتباس. وما إن سمع الوالد برسوب ابنه في امتحان القبول للمدارس الوسطى حتى هب مسرعا إلى الدرمان لاستعادة الأمانة. يعني انتوا يا حبوبات دلعتوه والولد باص خالص. أيضا القصة حقت الانطلاقة دي، الانطلاقة في السودان عندها معنى معاكس للمعنى، يعني لأنه المجتمع المحافظ ما بحب الانطلاقة، ما بحب الموضوع بتاع التولرنس، وما بحب يعني أنا تفسيري لأنه كلمة انطلاقة دي جات من هنا، إنه هذا الرجل منطلق. تفهم في السودان عكس إنه الانطلاقة شيء غير محبذ، إنه تكون الانطلاق ومنها مطلوق unleashed بالإنجليزي، شخص متروك له الحبل على القارب. وهذه الغارب بالغين، الحبل على الغارب، الحبل الذي بيكون في أعلى البعير، بمعنى إنه بيقول لك أرعى بقيدك أو أرعى مقيد. لكن لما يترك لك الحرب على الغارب، الغارب ليس الغارب بتاع البحر، وإنما الغارب هو خطام البعير أو قفاو. فبقول لك ترك له الحبل على الغارب. لما أبوه طبعا الزول ده لما قدم قال له يا اخوان هو الشغله دي انا ساعدتكم ليه عشان ظروف وما فهاج في خيلان وفي كده، قال لهم دلعتوا الولد وخلوه تمشي مع الصايعين بتاعين سعد درمان. محمد نميري ما كان عنده اشقاء الوالد، وتوفى والده قبل ان يشوف النور، وبذلك قام كرر الاسم بتاع والده للابن. وهو من ابناء يعني بين دنقل والخندق في الشماليه في غريه بين هناك، كان حال المنطقه الواقعه بين دنقل والخندق، وهو طبعا من الجوليد، وكانت له صولات وجولات مع المسافرين في هذا الخط. فقيل انه كان همباتي، وده بوريك الهمبته دي اللي هو السرقه الحسي السوداني المستنكره دي كانت ثقافه في السودان. يعني ليس الثقافه تخص زي ما بيعتقدوا بعض الناس، بيقول لك الاباله بتاع دارفور دي اصلا حراميه ونهابه. لا، الهمبته دي موجوده في السودان، وعندكم ناس بيفخروا بهم والضحويه ومنهم. ده كانت ملعب، ده العادي بتاع السودانيين كان الهمبته. والهمبة الحسي شايفينها دي حاجه جاريه في الجينات، انه الجينات دي طبعا ما تبركتت كويس. في النهايه زي ما بقول لكم زواج الاغارب ده قاعد يجيب لنا حاجات كبيره، فالهمبة دي قاعد الحج هسه عند الناس وقطع الطريق. ولا يحسن التغيير الا انها شنو الهمبة كان فوق الظراف والملح، يعني ما بتشيل من الضعيف، زي الفكره حقت السلوبين، وزي الفكره حقت الشنفره لو الناس اللي بتعرفوا، وزي الفكره حقت يعني كبار الصعاليك العرب. وديل طبعا الصعاليك دي طبقه من اللصوص المتأدبين، ربما سبقوا حتى المخيال بتاع روبن هود وارسيل لوبين في الثقافه الانجليزيه. يعني ده تفسيري للقصه دي، انه الهمبته دي انه كان يدوا همباتي ما عندها معنى. انا حتى بتذكر في حاجه كده في ضيل ومعاهم مجموعه بيقوم ولا انت بتمين ولا جدك كان همباتي بيسرق الغنمات. الكلام ده حقيقي، كان بيسرق الغنم يا زول، جدك ده كان همباتي. ومنهم احد يعني الموضوع ده ليس فيه عيب يعني في ذلك الوقت عشان تدرس الظواهر في سياقها. الشيخ المكاوي ده طبعا معلش انا حملاكم حكاوي كثيره، كل التفريعات دي ما في الكتاب. الشيخ المكاوي طيب الذكر كان همباتيا، ولكن حينما التقى بالسماني الكبير الشيخ السماني الحفيان الكبير
وسرق فيما تحكي الروايات حلاله أو غنمه. ولاحظ الشيخ الصوفي المتعلم والشيخ المتأدبين الشيخ ذاته كان بيشتغل بالزراعة والرعي، وليس في هذا عيب، كان بيرعى الإبل وبيرعى الأشياء ويعلم الناس. ودي واحدة من الأشياء بتاع العبقريات المصوفة الأوائل في السودان، إنهم ما كانوا عطلية ولا كانوا بيقعدوا للسلطان، بالعكس كان بيرفضوه. ودونكم الشيخ البنا، الشيخ عمر البنا، وهو من الطبقات العليا من أدباء السودان وواحد من المصابيح المعرفة، قال: يا واقفا بأبواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين. وقال له: جنب عبدك يا حكيم البرعي متأخر عنا، وهو سماني أيضا جنب عبدك يا حكيم باب الحاكم والحكيم. يعني أمد الله في الصحة وأبعدك من الاقتراب من الحكام. ولطالما كان المتصوف الأول فقراء بمعنى الفقير والفقيه معا، فالفقيه وكانوا خماصا، يعني كان بيقول لك الرقيق للشيخ الكبير الشيخ دفع الله المصوبني، كان بيقول لك الرقيق اللي بيحل المضيق، بمعنى انه من طول تولهم وتصوفهم ما كانوا بيتناولوا ما يكفي من الطعام، وكانوا متشبهين بالذات المحمدية إلى حد التماثل وإلى حد الزهللة أو الخلب أو الدروشة، وهي حالة من فقدان العقل للمعشوق. وده طبعا مبحث هنا ما مكانه، لكن يوم ما لو عرضنا له جابته الاقتباس لنيميري. نيميري بعد ما قدّه ودوه الورشة الميكانيكية مع واحد اسمه علي، ده كلامه كان بيعرفوه كده والأخوال، وما حزن نيميري ولا ما تمرد وبقى تلميذ في المكنكة. انت أمام الرئيس، مشى الورشة، مشى لعب، مشى الحي، كان بيجكز، كان بيربط، كان بيصيد الطير، بيصيد البرقيع، وبيطبخ الحيوانات الطيور الكثيرة والقماري، وكان أسطى، وكان شغال في الورشة جنب السينما، وكان وقته كله بعديه مع العصابات، وبمشي مع الصنايعية وبيمشي الورشة. فبالنهاية كان دول تفتيحة لكل ما تعني القصة من تحتها. فهذه البيئة الفريدة بتاعت الفتوة والانطلاقة والحاجات دي خلته إنه شنو بيتهيج للمفاتن وزمن الصبا والإعجاب ونيميري يمكن ماشي بيديه على كده، وقصته كانت ظابطة شديد. وبعد ذاك الورشة دي خاله، ده بوريك الحرص ذاته بتاع الناس الأرباب، صالح الأرباب انزعجوا، يعني قالوا إنه يا أخي الزول ده هنا قاعد والصنعة دي على التعليم يعني ما ظريفة مع طفل يا أخواننا، نوديه. فقام جاء عثمان بالموتر بتاعه وشال ود أخته. شوف ده من زمان الخؤولة والرغبة في التعليم وإقحامك في التمدن، شالوا وداه من هناك ورجعوا إلى مدرسة البندر، وهي المدرسة التي صادف التاريخ فيها إنه هذه المدرسة العظيمة لا تزال باسمها موجودة في حينا في ود أزرق، ولكم فخرنا بها. وأول رؤيتي أنا كانت للفنان العظيم أمد الله في عمره وأبقاه الأستاذ محمد الأمين الموسيقار والعبقري الكبير، كانت بينام في هذه المدرسة نفسها. ويعني تشاء الأقدار أيضا إنه حسي البندر مصدر للإيواء لأخواننا القادمين من الخرطوم. وهذا طبعا يعني واحدة من سخريات القدر، إنه شخص في السودان يطلق على آخرين كانوا في عز من أمرهم إنهم نازحين. بالعكس هذه الكلمة رغم إنها ما هي في إساءة، بالعكس إنه الشاعر النوبي لما قال نزحوا لا ليظلموا أحدا، فالنزوح ده كان حالة من الحالات بتاعت الحياة في الحل والترحال. ولكن بوريك إنه تطابقات التاريخ وسخريته أحيانا وضحكه. جاء لمدرسة البندر عشان يكمل تعليمه، وكان في ذلك الوقت مفتش التعليم صالح بحيري، وأنعم بالاسم وأكرم. البحيرية طبعا ربما من كلمة بحيري ده معروف إنه لم يعني بتلقى دائما ما أبدا في بدل الأسماء دي زي بحيري من البحيرة، يعني بيكون الأهل في مصر موجودين. تلقى في أسر تركية زي أسرة عجموغلي، تلقى أسماء رنانة كبيرة جدا هي تشكلت في أكثر من 300 ولا 400 سنة، تشكل أسماء رنانة لناس هاجروا وجوا لهذه المدينة على أساس من العلوم الصوفية والتجارة والأشياء دي. فمشوا ادوا الجلابية والطاقية وقال لها دول اقعد هنا في التعليم. طيب طبعا حتى منصور خالد لم يقرأ هذا الكتاب،
رغم عن انه هو لقى نميري الناضج، لكن نميري الطفل ولا نميري الجانب الانسانيه في حياته دي كثيرين ما كتبوا. حتى عمر البشير نفسه الحكم 30 سنه ما في شخص اتجرأ الا ذكريات بسيطه كانت بالشوبه نوع من النفاق الساذج والتملق الاعلامي لشخص راجل مظروف هناك. فما كان عندهم الهمه بتاعت حيدر طه ولا تحقيقه الصحفي ولا ثقافته الواسعه ولا مفردته الجزله ولا فخامه الصياغه الادبيه لحاجاته. فحتى حكاوي البشير الاولى لما نشا في كوبر وكون كمان بالعجله ومشى السقاله وكده كانت مجال للهرجله الاجتماعيه اكثر والهرج. كان لو حقيقه لحركه كبيره زي الحركه الاسلاميه دي وفيها مثقفين زي الخطيب وزي مين، لو بس نسوا شويه من الانشغالات بتاعت السلطه مشوا ارخوا لواحد حاكم حكم اكثر من 30 عام. عشان لما تيجي تدرس حكايه زول حكمك ل 30 سنه لازم تدرسها بعيد من التشنجات وتخوف، تشوف الجوانب بتاعت الشخص ده كان شنو وحكمك ليه وانت كنت شنو، لانه الازمان المتطاوله دي بتوريك انه الميزات الشخصيه لكل واحد من هؤلاء الرؤساء الزعماء الذين حكموا السودان لفترات طويله. غض النظر عن الرأي الآني، لكن التاريخ دائما وابدا في حكاويه بتختلف تماما عن حكاويه. وانا نبهتكم من البدايه بانه سرديه العسكريين وضباط الجيش ليست كسرديتنا نحن المدنيين. فلربما الانقلابات العسكريه والولوغ في السياسه امر عادي، ولا يتحرج العسكري احيانا حتى من الاعتراف بتنظيمه السياسي. فليكن ده معلوم لدينكم وعشان الناس تقدر تعرف. فالمهم انه بعد ما جت تاني جابته الظروف من مدني اتكل في الموضوع ده وراجع البندر، وبرضه الظروف كانت اموره ما تمام، لكن كان شنو اهو مشى اموره والاحوال ما كانت كويسه. ربطها حيدرتها بالايام بتاعت القطن في سنه 40 ل 44 كان برضه داير يخلي الوسطى زي ما عمل اخوه الكبير. طبعا مصطفى الاول اللي ذكرته ده اخوه الكبير البكر، وجعفر لانه بعدين حيجي ذكره يعني مصطفى النميري وجمعيه النميري. جعفر ما كان حريص على التعليم، كان حريص الوالد انه حريص على انه يا اخي ولدي ده يساعدني باي حال من الاحوال. وتدخل عمه تاني وفي الموضوع انه يا اخي خليه واصل في حدوب. وكان من الاسماء العالقه في مدني وفي الحته ديك محجوب مكاوي وبرضه اسره كريمه من اكارم مدني، واحمد المغربي برضه اسره ال المغربي اسره كريمه من مدني، والخير هاشم يعني ود السماكيه مطرب يعني لم يكن اشجى منه. وفي اخر ايامه والدي رحمه الله عليه وصاحبه وكان من الرواد بتاع انه كان صديق له بيوصله بالعربيه طوالي في اخر ايامه. وايضا عبد الرحمن الشايقي مدرس للعلوم، والصايم محمد ابراهيم انعم برضه باستاذ الصايم، ومحمد احمد عبد القادر والناظر بكر علي، وايضا محمد احمد عبد القادر. هؤلاء كلهم نفر من كرام رجال التعليم والنخبه بتاعت مدني. وهذه الاسماء لانهم يعني دائما ابدا كان نميري لما يجي مدني لازم هم كانوا ايضا رغم عن تمرده وسلبيته في المدرسه والشيطنه والقصه دي كان بيحب الرياضه. وطبعا ده عالم كبير في مدني، مدني دي في الرياضه والهوس بتاع الاستاد ده حاجه برا. ومدني وام درمان نفس القصه، اي زول نشا في ام درمان عارف يعني شنو الكوره مشى بحري وكده. فالنميري ده كان كورنجي، والكورنجي ده بيكون عنده بابيولاريتي اصله. انت تكون كورنجي بيكون عندك بابيولاريتي. ومعزلة برضه دائما بيكون في تشويش في الصوت. فالبابيولاريتي دي خلته انه كان في الكوره. في مدن عندها نوع من الاعتزاز المديني، بمعنى يقول لك انا عبراوي. لما تيجي تعاين في الكوره بتلقى ما عندهم الحاله حقت التماثل. يعني احنا في مدني ما في هلال مريخ، في اهلي اتحاد نيل، شعله، نادي جزيره الفيل، افيال، دائما بيميزوا نفسهم. تلقى دي لك الامل عبر ما بقلد. لكن تمشي مثلا مدينه عريقه زي اللوبيدي تلقاها عندها الهلال وكده، رغم انه زمان كان عندها المورده. وتلقى كثير من السودانيين كان ما بيحبوا الثنائيه. مصطفى سيد احمد كان بيتفاخر بانه هو موردابي ما عنده علاقه بالهلال والمريخ. فالذهنيه حقت الديربي دي خلقت حاجه كده ما ظابطه في السودان، زي الديربي بتاع دقلو برهان حسي.
ده يطلع ده يمسك طيار وده يمسك شنو، قصص ذاتها عجيبه جدا، كانما التاريخ ده بيضحك علينا ولا بخط يده في الموضوع ولا شنو. ده يمسك واحد ده يفك الثاني، ده يطلع بيان ده بيان، ده يمسك ده ما ده في البدروم ده في الشجرات، ده بدروم ده شجرابي ده بدرومي. الثنائيه دي قاعده كده في التاريخ، تقلب التاريخ تلقاها قاعده. هنا ده الزول ده لما نشأ في مدني كان كورنجي وكان اموره مع الكوره، ما كان شغال كثير بالاكاديميات، لكن كان عنده الذكاء الاجتماعي وكان راسه ناشف بنفسه، هو اعترف كده. وكان داير يوقف التعليم، لكن واخيلانه كانوا مصرين، خيلانه ناس ودنوباوي كانوا دايرين انه شنو يمشي. وبعدين حتلقى في الدراسه حقتنا حاجه عجيبه جدا حصلت لنميري ده بصوره حكاها منصور خالد في فات، انه بعد المجازر بتاعت الجزيره بقى عشان انبهك لانه هذا العقل السوداني بريق الدماء وبريق الدموع، بعد ما يعملوا الدم يقعدوا يتبكوا ويعملوا حاجات، دي طبيعه في السودان. يتكاتل يفوروا زي اللبن وينبذوا، ثاني يوم يرجعوا زي الشياطين كانه ما في شيء حصل. دي الطبيعي بتاعك، انت بتغسل الدم بتموت القتال وكده. بعد المجزره بتاعت الجزيره ابا والموت المجاني ده، نميري جري اهله لما حصلت المصالحه، كان ماشي لبيت اخواله في ودنوباوي، قام السواق قال لي يا سيد الرئيس اهلك ديل مشوا يعزوا اهلهم من الانصار، اللي انت ما عارف الناس دي اللي انت كنت محرجنا معاهم السنين، كل الناس دي ما كانوا بيتواصلوا بسبب السياسه. فلما حصلت المصالحه فالناس دي سالت دموع ومشوا. ولاحظ هذا الموضوع تم بعد اكثر من 9 سنوات، 9 سنوات والناس بيدرسوا في الاشياء. ودي طبعا انتوا كسودانيين وفي حاجات اقراها في الاخرين وفي حاجات اقراها في صفحه التاريخ، انت شوف نفسك انت كسوداني اختلفت كثير من الوقت ذاك ولا لا؟ طيب اثناء حنتوب في السنه الثالثه طبعا كانت السنه رباعيات، وبالجريدات جريد 1 الاوائل بيمشوا كليه غردون، والاخرين جريد 2 بيمشوا المصالح، وجريد 3 بيمشوا الكليه العسكريه، لا لشيء الا لانه كان الخواجات بيختاروا الجريد ده الناس اللي بيكونوا شايلين معاهم علوم رياضيه وعسكريه اللي هو الكاديك. الكاديك دي كانت حاجه اساسيه فيها. فالتنميط ده طبعا حصل من اخواننا الشيوعيين، بعدين حنعرف انه لن يحكمنا طيش حنتوب، والقصه دي طبعا فوق التنميط بتاع الزول اللي بيغلبك، مرات بتنمط باشياء زي دي وبتتختلي، والحياه دي ما بتمشي في التاريخ. يعني السودانيين ديل بتقسم فيهم حاجات حتى في اي زمن خلاص. يعني هسه زي اللي ده قسمت فيه الدايات خلاص، في ناس كثيرين بتخيل انه حميدتي ده بطنه منفوخه وفاتح كورعين وداير يلدي، يعني عديل بيفتكروا كده، ما عندهم مشكله في الافتكار ده. وناس بيفتكروا انه الزول ده استلم شهادته 000 في حدته وطرده، لكن الموضوع كان هو اصلا داير كده، وهو مشى على اللي بيتمنى انه يقبلوه في هو الدفاع السودان، لانه بالنسبه لي كانت فرصه جميله انه يكون بالطرق الطردي. لكن هو قال شو؟ قال اكثر من كده، قال انا كنت داير يقبلوني بالمتوسطه كمندجع عادي، داير ابقى جندي بس اسحب بالجنديه، ما هو جسمه فاير عليه، جسمه فاير عليه. فقال اكتشف في الوقت ذاك انه جات تسامحات طبعا في الاربعينات، عارفين ظروف الحرب العالميه الثانيه وكده، انه دايرين ناس في سلاح الاشاره، وينه الاشاره ده لسه ثانوي. فقام رجع حنتوب وكمل القصه دي ومشى. فانسى بالله عليك الموضوع بتاع طيش حنتوب وما طيش حنتوب ده، ده طلس ساكت ما عنده اي اساس تاريخي ولا عنده اي حاجه، ده محض الطلس. يلا جات لجنه جوا المدرسه، وطبعا العسكريين ديل فيهم سودانيين وفيهم ضابط الانجليزي، ولقاه وعجبوا الشاب ده شكله ومشيته. وانتوا عارفين انه الانجليز بتاع بياده جد ملوك البياده. والوقت ده كان ظروف حرب عالميه ثانيه، فيها جبهه فاتحه في العالمين وفي فلسطين وفي كرن والحبشه. وحنجي نحكي بعدين القصه حقت كرن ونذكر الجنود وسووا شنو زي ما وعدتكم، اللي هو الصراعات الخارجيه. يعني طبعا هسه شغالين بالسياسه الداخليه الجيش سووا شنو، لكن حنجي نذكر مشاركه السودانيين سنه 48 وبطولاتهم في الحرب العالميه الثانيه، وحنعرج لوجودهم في المكسيك ومشوا امريكا اللاتينيه، وكانوا ليه بيتحمسوا في القتال الخارجي ده وبيشتوا فيه. واحتمال برضه نجيب القصه حقت الحوثيين دي، نجيب بعض المشاهدات والاخبار من مسائل غير تانية يعني. وعشان تشوف ليه السودان هناك ظروفه تكون ظابطه المقاتل في المسائل الخارجيه دي، ليه بيحكوا عنه الاخرين انه جندي قوي وعمل عمايل خرافيه في اراضي اخرى
لكن هنا لما تجي في الحروب المحليه دي موضوع يكون ما عنده نفسيات للقصه دي، ما بيكون ظابط الحاجه دي. دي تاريخيا كده. تاريخيا لما تيجي تدرس القصه حق ال 48 ودعايه للاسماء وتسمع افاده ناس مستحيل يكونوا دارين يتطلسوا علينا. يعني الروايه حقت الصمود بتاع البندقيه ومسونكي دي مع وصوره ضابط اسرائيلي اسر واحد سوداني مربطه شايف انه المصريين قالوا يقولون السوداني قابض له اسرائيلي بيده بشنو بسحر ومربطه والصوره قاعده. يعني انا في الارشيف ده عندي التطبيق ده ما فيه صوره وصوت، لكن حيجي اعرضها تباعا يعني وقت من اوقات الوثائق. يعني طرائفات قوة دفاع السودان وطرائفها واغاني وجلالات وصولات والاشياء دي، عشان في بعض الناس اللي بيكون اهلهم في الجيش زي ما بقول لك خالي في الجيش العامي لازم يعرفوا انه احنا في الحديث في الاحاديث السياسيه بنضع الامور في نصابها. والرغم عن انه اعتقادي انه قوة دفاع السودان دي بتعيش في خريف عمرها وارزل العمر واي حاجه، لكن ده لا يمنع ابدا من القرايه الصحيحه للتاريخ عشان ما انت تستفيد من الماضي في حاجاته. ده لا يمنع انه لكل مؤسسه في رجال عظام كانوا فيها، لكن يا للاسف انا ما كنت اتمنى انه اغلب الميتات اللي ماتوا فوقها والمذابح اللي حصلت لضباط السودان كانت بسبب السياسه وبسبب احترابات داخليه. وحتى الكويت مشيت من الكويت والمحاربه بتاعت المجموعه في الفاو والبطولات بعد السودانيين في الفاو. هوريك انه انا التناقض اللي وصلت له ده، وده مبحث طويل يعني هتشوف القصه دي. هنا الموضوع يعني جاء قال لك شوف انا احكي لك شوف الاختيار قال: كان يحس اكثر من والده وخالي عثمان بعمق الفقر الذي يعيشون فيه، خاصة وهو الأكثر تأثرا بالحالة المعيشية وأكثرهم مخالطة للميسورين. يعني كانوا بيقعد مع أولاد الراحات لكن هو كان فقران، وهي مقارنة دائما يريد أن يهرب منها ولو بوهم الوظيفة المستعجلة. يعني كان داير يتوظف باي طريقه. فلما جات اللجنه دي وانه داير انه يخدم في سلاح الاشاره، وكم هو قديم سلاح الاشاره لانه ده كان التشكيل بتاع الجيش الحديث، نواه الجيش الحديث، متطلبات الجيش الذي بدا ينمو تدريجيا بعد اشتراكه في الحرب العالميه الثانيه. وهذه المشاركه دفعت الجنود السودانيين الى الميادين البعيده عن السودان، كما قاتلوا وهم لا يعرفون لماذا يقاتلون، وواجهوا عدوا وهم لا يدرون لماذا هو عدو. ولكن فضيلة تلك المشاركة أنهم اندمجوا في جيوش أخرى لها خبرات طويلة وفنون متقدمة كانت تقاتل في العالمين وفلسطين وكرن والحبشة. وهنا تعلم الانضباط العسكري وإطاعة الأوامر اللي هي عكس شخصيته، غير أن هناك قضية تنتظره لدى عودته إلى الوطن حين تضع الأرض أوزارها. فعلقت بذاكرته طوال سنوات الحرب الرجاء الوطني والدعاء السوداني الذي انطلق من حنجرة المرأة السودانية تجو عايدين إن شاء الله. وده بيعكس لك الحالة بتاعت التعاطف بتاعت الجنود واحتضانهم والاحتفاء بهم والبكاء، لأنه طبعا إذا اعتاد الجندي على الغربة دي على إنه بيمشوا بيجوا عايدين. والمعركة حقت كرد دي قلت لك شكلت حالة من الوجدان بتاع السوداني العام عشان تجد العز. طبعا لأنه تعرف العادي بتاع السودان نفسه بيعملها كده بكثير، أصله إنسان حاد، طبيعته العامة في السياسة حاد ودموي. هتجي تكتشف الحاجة دي شات العامة دي. وفي لحظة الهوشة ما تحاول تقنعه بأي حاجة. ده لبن فار بيصل درجة 100 درجة سنتيجريد، بعد وقت بعد ما يبرد هم بيقول لك ابرد، هم عارفين روحهم فورا. ما هو اللي بيبرد شنو؟ اللبن 100 درجه سنتيجريد بيجي راجع تاني. في اللحظه اللي بيجي راجع ده تعال انضم معه قبل الوقت. قمت له بالفخار وقال صدى عميق. انا احب اقتبس القصه دي من الرمزيه بتاعت 24 واشهار سلاحهم في وجه المحتل. يعني ذكرياتهم ذات الدفينه في الماضي انهم هم كانوا يتمنوا لو كانوا علي عبد اللطيف، لانه هم عاشوا في فتره كومون بيتحركوا مع السلطه الانجليزيه وما بيتدخلوا في السياسه، لكن ظلت اشواقنا السياسيه قاعده. وده حاجيكم بعدين اكلمكم انه انت لو اصلا السياسه دي حاجه بمعنى مصاير الناس، انت دار تمنع العسكري انه يكون سياسي ليه؟ انت مشكلتك انه يكون عنده تفكير سياسي، دار تمنعه تخليه ما عنده تفكير سياسي.
هو بيمشي بضحي في الدم، ولا انت دايره ما يغالب في السياسه، او يعني يكون هناك تبادل سلمي للسلطه. والفرق كبير. كونه يكون عندك راي وانتماء سياسي ده طبيعي جدا جدا في ظل انت ما في مجتمع غربي يمكن ان تفصل الحاجات، الدوله مستقره، المعاشات بتاعتك ظابطه. لا لا، انت ممكن يجي زول سياسي يخرمج لك مصيرك، ممكن مدني وتصبر عليه وبعد شويه تسهج منه تقوم تخبطه في راسه. ده هنا في السودان حاصل، ده حاصل، دي وقائع للعسكريين يكون عندهم ظروف اجتماعيه وطبقيه بتخليهم يمشوا. رغم انه في بعض الاشياء طبعا بخصوص الاخواننا في تنظيم حق الكيزان ده ما عندهم مشكله كبيره، بيخلطوا الصدق بالكذب وبيخلطوا اي حاجه باي حاجه. دائما بيخلطوا، لو دار يقدموا لك رز الا يكبوا لك فيه شويه رمله كده تدرس دروسك يعني. ليه؟ انا ما اعرف القصه. يعني اديكم مثال في الكسره البسيطه دي. السيد بكراوي لما جاء المحكمه قال هو كان زعلان من الوضع الطبقي للجنود. لما تسمع خطاباته الاخيره والاشياء دي، خطاب بتاع زول منتمي لتنظيم اسلامي ما عنده اي علاقه بالطبقيه اللي كان بيقولها، ولا عنده علاقه بتحسين الجنود، لانه اوريدي البدوي وحمدوق وجبريل نفخوا المرتبات للعساكر اوريدي. فسم لايس كان بي ايزلي كاتش لما تيجي تغارن الصياغات بتاعت الزول او ما يدعيه من الخطاب، او زي مثلا خطابات في سياق معين تكون ما عندها اساس يعني. فهو في المحكمه قال انه يعني هيجتهم في المدرعات هيجه لاوضاع الجيوش واوضاعه الاقتصاديه وكده، لكن بتخفي وراء مآرب سياسيه. حتى لو حققوا له المطلب ده ما بيتنازل عنها. يعني لا انتهي عن غرضي بالرقى اذا انتهت ضيغه دون الفريس. دائما الاسد بطارد فريسته. دبري بيكون عامل لها مطارده كبيره جدا جدا. الشاعر ابو المعري قال شنو؟ قال في رساله الغفران، دي برضه كسره، قال لا انتهي عن غرضي بالرغى اذا انتهت ضيغه دون الفريس، وادلج الظلماء من فتيه من الجن بصوب الماحل العربسيس. كان بيقول انه اللغه حقت الجن كده يعني. قال الهدر ابن هدرش الجني قال ده يرتغي في العلياء السماويه. قال وهو طبعا ده كله من شوطنته من راسه ساي كله قاطع من دماغه. وقال لا انتهي عن غرض اذا انتهت ضيغه دون الفريس، الضيغه مع الاسد دون الفريس. ويعني كان القصه حقت انه ال- 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 الخلفيه حقت الغنيه يجوا عايدين يا الله دي يعني كانت يعني بذكريات وهو باقتباس انه كانت عندها علاقه. 17 يناير طبعا ذكرنا 25 هي ذكرى انشاء قوة دفاع السودان. 17 يناير الجاي حيكون 99 سنة. 17 يناير 2025 بيكمل الجيش السوداني 100 سنة. وحيكون إذا والله مد في الأجيال والسودان ده مرة موحد أو خرج من هذه المنحة، حيكون السودان مختلف خالص خالص في المية دي من بدون أنا عندي أدنى شك في إنه حتختلف الأوضاع كثير جدا. سيء ولا كعب نما المجال إحنا بندرس في الظاهرة. قال من بنية قوة دفاع السودان إنه الخواجات حاولوا يبنوا لهم قوة معزولة عن هموم السودانية السياسية، بل عمدوا على أن يكون هناك، ده حضرتها، هناك تناقض دائم بين السياسة والعسكر، بين الحياة المدنية والحياة العسكرية، متخذين من ثورة 24 عبرة ومن النظام البريطاني في تنظيم الجيوش مثلا. وكان ذلك المنهج يطبق بأسلوب فرض الانضباط ومنح الامتيازات. دي الثنائية. عشان كده بفتكر إنه الراجل ده من القلائل اللي كتبوا وقرأوا الأشياء جيدا بأسلوب فرض الانضباط ومنح امتيازات. ومن بين نظم الانضباط التي يعدها المدنيين غريبة هي أن لا يستقل الضابط سيارة أجرة أو طرح بين قوسين هلالين مع أفراد ملكيين، وأن لا يستقل المواصلات العامة غير سيارات الأجرة. هل هذا يحدث الآن؟ التربية الإنجليزية سعت لأنه نعزهم من المجتمع بمعنى فرض امتيازات لهم، ما يستغل ولا يركب مع المواصلات. وفسر هذا الأمر إما أن يكون عزا مهنيا وسياسيا بين العسكريين والمدنيين أو ترفعا عنهم. وبالطبع هناك أمثلة كثيرة منها جعل الجيش السوداني مؤسسة محرمة. يعني ده رئيس وقائد أعلى للجيش وعنده أكاديمية باسمه وعمل تغيرات في العسكرية. لا بيوصف للصحفي بيقول له كانت حياتنا وكانت الجندية كده ونعلم تماما وعلم اليقين من قصص متواترة. حينما وقف نيميري يخرج الدفعة 18
كان في خلل في التدريب العسكري، وكان دي من الاوقات بتاعت الديكي الاضمحلال الكبير. فوصفوا الدفعه بتاعت ناس عمر البشير، قال لهم ديل لما يجوا حيخربوا العسكريه. وطبعا فيها اشياء تقال في السودان على سبيل الطلس، وفي اشياء تقال على سبيل الحقيقه، لكن هذا الكلام يعني قالوا نميري في احاديث اخرى. يعني ما كل البوح يوحوا لزول، ربما يكون صحيح، واحيانا طبعا الذاكره الزول بتلخبط عليه والامور. وبرضه من الطرائف قال لهم انا كنت سكران حكمت السودان ل 16 سنه. المفتشين دول حيحكموكم 60 سنه، قام يقصد الكيزان، قال لهم بيحكموكم 60 سنه او 61 سنه. انا حكمتكم 16 سنه قلت سكران، والله دول يحكموكم 61 سنه. قال ده المفتشين حسب كلام الناس ولا نكته عملوها لا تدري. لكن طبعا الزمن الماوي ده زمن مليء بالالم والدم والدموع والاحباط والنكته، كل ما بعد جمع كل الحاجات. لانه انت هنا بتدرس في الشخصيه دي ليه؟ ليه درست الشخصيه حقت نميري؟ عشان تعرف التناقضات الكبيره في زمنه ده والحاله المزاجيه العامه له. وبعد هذا الامور انه زول اصلا كان الليشت، زول مطلوب. كيف يتنظم في حركه القوميين العرب ودخل لهم كيف؟ وكيف انه التنظيم اليساريين ديل كان ما بفكروا ولا شنو؟ كيف يجيبوا لهم زول مصيبه زي ده في راس الدوله؟ وزول اصلا كان بيطيق بالمدرسه وبيطيق بالجيش وباي حاجه وبالناس وبالكتاب وباي حاجه بسويها، تجيبه في قمه العنايه ده ما طبيعي يبقى بلع التنظيمات دي كلها. ولو مد به العمر كان اصلا موضوع الاخوان المسلمين ده وموضوع ناصر سنه الترابي ده كان اصلا جاي ينتهي منه، اصله دي طريقته. لكن الزمن والحظ طبعا، التاريخ ما لما يبتسم لك ويضحك لك. فعشان كده وسماه عند حق التاريخ بتقوم بتنجو باعجوبه. زي اخونا حسن البرهان ده برضه بيحكي السيره قريبه له، انه كثير نجا من الاشياء، نجا كثير في دارفور اعتقلوا 5 رصاصات ما تعرف شنو، بينجو كثير هنا، بيهرب هنا وبتاع، وبيجي مارك عينه مفتحه يموت دمه طبعا عينه مفتحه. بقول لك لا لا ده بيهرب، عنده قدره يعني على الفلتان. طيب الجيش اداؤه المحترف، لكن في الحرب العالميه الثانيه بالمقابل الحاجه دي ادتهم ميزه احترافيه، انهم بعدوا من السياسه في 30 سنه خلتهم محترفين منضبطين، اكثر الناس تنظيما في المجتمع، من القياده للقاعده. وولدت هذه المؤسسه بشهاده ذهبيه في العام 45. وكان هذه الامتيازات لها تاثير السحر في الطبقه الوسطى وفي المجتمع وفي الشباب. وكان حلمهم الحصول على ياشين الشرف والبطوله والانجاز والعمل اللي كان بيدوها الانجليز. يعني الاشياء لم تكن احتباطا ولا الاشياء كانت وهميه. كان في جنديه كبيره، كان في بياده، زول يتعلم البياده من الانجليز، يتعلم كل شيء من الجيل الثاني من العسكريين ناس نيميري. ده شيء كان هايل جدا، بيحصل على نياشين من حروب حقيقيه مع جيوش كبيره وفيالق، ومشاركين في التخطيط واصلاح الاشاره والتدريب العسكري والاكاديميه، وبيعرفوا ما من اللغه الانجليزيه الجيد. اخر عسكري كان بيعرف اللغه الانجليزيه بصوره جيده جعفر نميري. اذا انت افترضت الطيش بتاع حنتوب بيعرف انجليزي كويس وبيعرف يكتب الخطاب باللغه الانجليزيه وبيتحاور مع الضيوف باللغه الانجليزيه، فتعال انت وشوف مدى الركاكه اللي لحقت لاسباب كثيره جدا هو جاد جزء منها. لكن عامل هذا ذلك الزمن كان زمن مميز في الخمسينات. ومعروف الجيل بتاع الياقات ده كان جيل محترم جدا في التمييز، لانه الفقدان بتاع الحرب العالميه الثانيه لو قريت عن الاجيال بتلقى الجيل ده، الجيل بالذات بتاع الاربعينات ده جيل يعني كان مدلل. طبعا مدني هو كان في نادي الاتحاد للناس بتاع مدني، ما كان اهلاوي. النادي بتاعنا يعني كان في نادي الاتحاد. طيب في حنتوب تاني رجع له وقال ما كان مهتم بالسياسه. وايضا اكد القصه دي صديق عمره بكر علي التوم، قال ما كان عنده اي شغل في السياسه ولا بخش في النقاشات، بيمشي البحر زي ما قلت لكم، بيمشي يشوف الحاجات دي، وما كان عنده اي موضوع غير هواياته. فلما الطالب النجيب بابير كرار ده المؤسس للحركه الاسلاميه عمل التحرير الاسلامي في حنتوب، كان مع عمر غني النصري وناصر السيد. ناصر السيد ده الكاتب بتاع التعليم في السودان. اتذكر احنا كنا في حوار هنا بننظم عن موضوع اللغه العربيه، وان الزول ده بحث بحث كويس وهو زول من حنتوب، قام قال لنا يا اخي ناصر السيد ده كوز
قلنا له يا اخي الزول ده بينتمي لحاجه اسمها التحرير الاسلامي، والثلاثه ديل هم اسلاميين يساريين. يعني كان مثلا شخصيه زي هشام الشواني وناس هشام احمد وديل الحسي بيدقوا في ابواق الحرب، ده كان يشوفوا الناس ديل هم ما عاملين فوق شويه يساريين اسلاميين. كان يقروا يشوفوا ناصر السيد ومرغني النصر ديل وبابي الكرار ديل كده. فالعبقريه بتاعت بابي الكرار لدرجه الناس اللي لقوه قالوا محمود محمد طه انقفل على نفسه وكتب، وبابي الكرار زر يقرا ولم يجد وقتا للقرايه، يعني دي اللي تلقاه في شفاهه. وهذا الرجل كان المرشد الاساسي للغزافي وكان ساكن جنبه في الخيمه بتاعته، علاوه على الاخر السوداني اللي هو عبد الله زكريا. وانا هنا برضه بحيي زميلتنا واستاذتنا بنت اخصائيه ناس زكريا، اخصائيه برضه عبقريه في مجالها في علم الكبد. وديل كانوا هم يعني بيقودوا الناس التانيين يعني. فبرضه ده ندي الناس الافراد السودانيين دي حقهم. وكان بيجي بيسمع القصه حقت التحرير الاسلامي والموضوع بتاع التحرير ده، لكن ما كان بيشتغلهم زي الزول اللي بيجي عاين الركن كده وكده، في النهايه يمشي يولع سيجارته ويشوف مزيكته. ده السياسيين ما عندنا دون شغله. طيب، قال كان يعتقد لما سالوا عن نقد اللي هو كان معاهم اللي هم ديل ثلاثه حنتوب الحكم الترابي ونقد، قال يا اخي قال له نقد كل اللي بيعرفوا عنه مش رو روايه طلسيه، قالوا نقد زي روايه دقل. السودانيين بيحبوا الطيناي، قالوا نقد بعد ما قتل نمير الشيوعيين جا في حنتوب قال له يا اخي عندهم كان مسابقه نهائيه، قال لهم يا اخي كلموا النقد ده يعني من باب الحنيه، يعني ما طبعا دي الاسطوره دائما في روايه في الاسطوره، قال له يا اخي كلموا النقد ده انا ما بزعله، خليه يحضر الكوره وبسلم عليه وبعد ذاك خليه يختفي. زي الاساطير اللي بتحصل في المعارك والسرياليه بتاعت يجوا في اخر يوم يسلموا على ناس الاحتياط المركزي ويقروا نشيد العظمه الثوار، فدي حاجه مزروعه في الجينات. شوف بعدين لو قرروا لا قروا لحيدر طه ولا بعرفوا كلب هاوس ذات بيمشوا بيعملوا المصائب دي مع غاضبون. يجي المغرب ينادوا العسكري تعال جنابه تعال يا اخي، ولا يكون العسكري شايل له طلقه احنا اخوانك يا بليد احنا مشينا علشانك واحنا عملنا كده. والسوداني طبعا عنده حاجات بيعيشها برا، الحاله السودانيه دي الا تقعد لها تشوفها في روحك بس. انا ده تحليليه يعني. يا عسكري يا احنا مرقنا لك، يعني ده عرف سرديته وبفتكر بالميلودراما اللي بيعملها دي حيفرض السرديه بتاعته. زي امس شفت لي فيديو، انا عاده فيديوهات الحرب ما قاعد اشوف صفحاتي لكن قاعد اشوفها. المجموعه من الناس الدعم السريع قبضوا لهم واحد قيل انه بتاع استخبارات، من بعد ما اخوه قالوا امه بتبكي جو ساقوه بالفنيله من امه قالت لهم خلوا لي ده ولدي الوحيد وانا السنه ما لقيته. قال له والله تاني ما جينا خليناك. طبعا دي حاجه مضحكه بس يا حرب. حرب ده بتدعكش هو زول بتاع استخبارات دخل لي ليه؟ لكن اللي بيصدق البروباغندا والاكاذيب بتاعت الحرب دي هو ذاته ما عنده موضوع، هو ذاته ما عنده طيب. قال لك لا تصدق نصف ما تراه ولا كل ما تسمعه. اللي بيشوفه بالعين ذاته عنده تفسير غير الحاجه كمان بيسمعها. فهو تفسيره قال انه ده بعرف انه كان غناه يعني وكان صوته حلو، وانه قال دهش عندما علم انه هو بقى شيوعي بارز اندهش. وقال الترابي ده كان زول نجيب وبيعرف القراءه ولا يحب الاختلاط كثيرا، وعلى الرغم من القيل والقال عنه الذي ينسب كثيرا لهمس زملائه، انا ما اعرف عمك ده قال له شنو في الشريط ده. ويحرص جعفر ان يؤكد في الدرجات الخاصه الغيل والغال باعتباره شاهدا على ما خفي من حياه الشقاوه والمواهبه في حده. وانا حسب علمي بحيدر طه وبدماسه خلق وكده الكلام ده كون كشفه له نمير، كون قال له كلام كده ما معقول. فقد كان معظم النشاط الاجتماعي يتم في الداخليات المسماه على اسماء شهداء ورموز الثروه المهنيه. الاقتباس ده في صفحه 31. فقد كان معظم النشاط الاجتماعي يتم في الداخليات الست المسماه على اسماء وشهود وشهداء الثوره المهديه من زمان. وكان جعفر من ابرز الطلاب في ابو عنجه. الناس اللي قروا حنتوب بيعرفوا ابو عنجه. انا كنت المفروض اقرا في حنتوب لكن الوقت ده قالوا ما في حاجه اسمها داخليه لزول بيجي من مدني. ده كانت تطلعات الناس يا يمشوا خور عمر ولا خور طقط ولا حنتوب ولا يمشوا الفاشل. لكن دي الثلاثه المدارس القوميه كل الناس بتيجي البول بتاعها فيها. وخور عمر خور عمر خور طقط وحنتوب دي كانت المدارس الاولى. فتخيل انه دي انت مشيت خور عمر معناها انت
زول ميليترايز، لازم تعيش الانضباط، فرشك، كديقك، صف انتباهك، أشياء. فكانت النخبة بتجي من هناك. وسنة 48 بقى في حركة نقابية، ولقوا الناس ماشيين في اتجاه سياسي. لما دخل الكلية الحربية كان الزول ده قال عليه حيدر طاب سنة 33 لم يوفق الفتى جعفر في الدخول إلى الجامعة، ليس لأنه طشحنتوب، لكنه قد حزم أمره على الالتحاق بالكلية العربية جنديا عاديا، وده الكلام اللي قلته. وتخرج في سنة 53 بعد عامين من التدريب والتربية، لكن ده كانت الكلية سنتين للثانوي، وإعادة صياغة السلوك المزدوج، الفعل يكون جندي طيع لتعليم غادته مستجيبا لأوامر الجيش. فكمل التعليمات التي تعني المدنية مقابل للعسكرية. فعند التعلم دي تعني صفة الملكية أن الطالب تعني صفة الملكية أن الطالب الحربي لم يتبلور بعد في شكل وهيئة عسكري مشدود العضلات في مشيته وصارما في ضحكته ومتجهما في ابتسامته. فكان صنع الرجل العسكري ليس أمرا سهلا، إذ تتدخل كثير من القواعد والنظم والعلوم النفسية والنشاطات الرياضية والفنون العسكرية في عجن الطالب وتشكيله. ومن هذه النظم التي تعتبر غريبة عند العقل العادي مخالفا منطق الأشياء. وأكيد بيكون حكى له حكاوي كثيرة جدا عن كيفية العسكرية، وهو كرجل عسكري زي ما قلت لكم أكاديمية نميري العسكرية، لأنه تاريخ نظرتك أنت كسياسي، فهو عندهم حاجة كبيرة. نميري ده حاجة كبيرة لأنه هو زول مؤسس للوضع اللي أنت شايفه، تشكيلات الجيش وحامياته وأشياء دي، هو مؤسس لها يعني في 16 سنة دي. رغم إنه حتيجي تكتشف إنه انشغالاته بالسياسة رغم عن خلفيته العسكرية ودخوله في الخضم ده أثر في الجيش، وأثر إنه الجيش ده لما قام التمرد عليه في 83 بسبب نقضه للاتفاقية بعد اتفاقه مع الأخوان المسلمين على موضوع الشريعة، وخروج كله من يوسف قوة مكي ومعاه عبد العزيز الحلو وقبلهم جون قرن الدكتور بجامعة الخرطوم والعسكري والماخذ منحة وبعثة دراسية واللي عنده دراسة شهيرة جدا عن مياه النيل، حتعرف يعني ماذا يعني الانشغال بالسياسة. قال لك بالمقابل الاقتباس مما شاع اعتقادا لدى الجامعيين بأن الكلية الحربية تخرج أغبياء، يعني المنطق بتاع التعلم دي لا يعملون عقولهم التي من المفترض أن ترفض وفق المنطق الطبيعي مثل تلك التعليمات التي تشكل روح العسكر المرتكزة على الانطباع الأعمى والطاعة الكاملة. بالضرورة العسكرية منطق مختلف عن يتصور، وده برضه بوريك إنه إحرنجام لو جاز أو ابتعاد المثقفين عن العسكر، لانه في حتات كثيره في السودان الناس ما بيمشوا الجنديه. يعني ذكرنا العقد الحسي دي قديمه، قلنا العقد بتاعت الغرب من زمن الخواجات اللي بيجيك من الغرب مبسوط للغرب، وبنوا سكه حديد خايفين من هجوم الانصار، وبيصفون بالبوادي انهم الهمج المجلوبون من الباديه. بس برابر دي ما لقيتها، لكن المجلوبون من الباديه عبد الخالق قال عنف الباديه. فده شيء يعني معروف في الثقافه القديمه، يعني ما في شيء حيبتدعوا الناس الليله دي. وهتيجي تلقى الحركه حقت المرتزقه الغاربين من غرب السودان، وهتيجي تلقى الحركه العنصريه بتاعت حسن حسين انه هو نميري وصفها لانه اغلب افراد القوات دي كانوا من غرب السودان فوصفهم بالتشكيل العنصري. هتيجي تلقى الكلام ده قاعد في الادبيات ومسطور ومبذول للدول الداير يعرف والباحث المدقق، لو داير تقرا الحاجات بطريقتها وبريسورسز وكده بتلقاها. وهنا حضرتها بيقتبس قال: فالحرب هي خوض الصراع بالنار واطرافها في الميدان يقفون امام فوهات المدخيه داخل دائره التصويب. ده تبرير. يعني قال المدنيين بيكونوا هم ما قاعدين يعرفوا انه الجوهر الاخلاقيه العسكريه لم ياتي من فراغ، فقد استمد من روح الميدان والقتال والمعارك المسلحه، اما قاتلا او مقتول. فلحظه الاشتباك، طبعا الاشتباك والهجوم وفك الاشتباك والانسحاب، ده علوم عسكريه لا تحتمل توددا او ترددا او تمردا او تمهلا في التفكير او مماحكه في تنفيذ الاوامر. بقول لك اكرب قاشك يا ملكي، شد نفسك، اعمل هرد. اقول لك هرد يعني هولد، يعني هرد. التعليمي ده ما اعرف، اقول لك هرد ولا هولد. فهي اللحظه فارقه وحاسمه دائما، اما لك او عليك، وهنا
وتبطل النقاش وتحرم الديمقراطية. فالحرب هي خوض، يعني الطبيعة بتاعتها أصلا ضد الديمقراطية. فالحرب هي خوض الصراع بالنار وأطراف الميدان، فما عندك هنا مجال أفتكر وأعتقد وما تعتقد، ما في أي اعتقاد هنا. والتدريب في الكلية يهيئ الطالب الحربي إلى المعركة، يعلمه الصبر وعدم منطق الأشياء، لأن في الحرب كثيرا من الفاهيم والتصورات والأعمال لا منطق لها، ومنها على سبيل المثال لأن تخوض حروبا بلا قضية. هل هي دفاع عن الأوطان أم عن الأنظمة؟ هل بقرار وطني أم من أجل مجد شخصي وبطولة زائفة؟ وعشان كده أنا قلت لكم دي حاجة لازم تحطها في الحسابات. ليه الجندي في الحسابات؟ إذا بيفتكر الجندي ده ما عنده موضوع بينفذ الأوامر، ليه لما تكون معنوياته ما عالية في معركة بيستسلم ولا بيعمل كده؟ ده ما عنده علاقة بالشجاعة، ده عنده علاقة بالباعث، بالموتيفيشن، بالمبرر بتاع يعني بالمسوق لأي حرب. فإذا رسخ في ضمير الجندي إنه يقوم به حالة حق تستوجب التضحية بالدم فهو بيضحي بدمه. لذلك طلب الامتيازات ده ليس عبثا، لأنه أنت في أحسن أحوالك، فيما عدا مثلا الأطباء في لحظات الكرب العظيم بيقوموا بنفس ما يقوم به الجندي، لأنه بيخلوا حياتهم على المحك. مثال العمل في وقت كورونا كان الأطباء أيضا بيقوموا بالتضحيات بالدم، وبالتالي كان بيستحقوا. انا واحد من الناس كنت بطالب ان يدوا الاطقم دي اعلى رواتب، لانه في النهايه واحدين ماتوا ما في شالوا فيهم الفاتحه ذات، واحدين ماتوا ولا لقوا تعويض، ماتوا في مقتبل العمر. عندنا شباب ماتوا عمر 24 28 وزاره الصحه منعتهم ذاتها بصفحاتها الرسميه وفي زمن حمدوه. فهذه اشياء يعني مؤلمه جدا، لكن ده طبعا عاده ما بيحصل لك الا لو بقيت متمرد. تبقى متمرد يخلدوك في التاريخ كمتمرد ومهزوم، ويكتبوك في الكتب كحاجه اعتراضيه كجمله اعتراضيه. لكن مرات بتكون في احداث صاخبه بتخلي التمرد ده عنده اكثر من سرديه واكثر من معنى. التدريب في الكليه يهيئ الطالب الحربي للمعنى ويعلمه الصبر وعدم منطقيه الاشياء، لان في الحرب كثير من المفاهيمات والتصورات والاعمال لا منطق لها. لماذا نخوض حروبا بدون قضيه؟ هل هي دفاع عن الاوطان ام الانظمه ام بقرار وطني؟ وده جوهر حديثنا الليله، انه